الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، والصلاة والسلام على من حكم بعدالة السماء وأخبر بظلمات الظلم يوم القيامة. رسالة مناشدة بمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأطال في عمره. يا خادم الحرمين، أناشدك بحق الله فينا وبحق البيعة التي في أعناقنا ووليناك فيها على العدل ونصرة المظلوم. أناشدك بحق الرعية على الراعي والذي تسأل به أمام الله. أناشدك مناشدة تظل في عنقك وأنت حي، وتظل في عنقك وأنت ميت بعد عمر طويل. لا نسامحك فيها أبدا دنيا وآخرة، إذ لم تنصرنا وتنصفنا ممن ظلمونا وقلبوا موازين العدل وخانوا الأمانة وتبرأت منهم النزاهة. رسالة وجهها إليك يا حفظك الله بعد أن احترقت قلوبنا وسحب المكائد تجمعت فوق رؤوسنا وتجرعنا مرارة الظلم ووصل الأمر إلى إزهاق الروح بغير وجه حق، وإنما بسبب جريرة الغير ومكيدة أشباه الرجال. فلا ناصر لنا بعد الله إلا أنت، فأنت الوالي والراعي والمسؤول عن الرعية، ونحن في ذمتك إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. سيدي خادم الحرمين الشريفين، أبرأ إلى الله من هذا الإفك الذي ألصق بي جزافا وظلما وعدوانا، وأعلن براءتي وأصرخ بها أمام الله ثم أمامكم وأمام قبيلتي وأمام عائلتي وأمام أرحامي وأمام الناس جميعا. فوالله ثم والله ثم والله لا ديني ولا عمري ولا علمي ولا عملي ولا خلقي ولا تربيتي ولا أبوتي تسمح لي حتى بالتفكير بمثل هذه الرذيلة التي لا تصدر إلا عن سفيه ومختل عقل، وأنكر كل ما تم توجيهه لي وبقوة وما هو إلا افتراء وبغير وجه حق، وأن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها معي لا يقبلها دين ولا عقل ومخالفة للنظام، وتستوجب الغرابة وتضع أمامها ألف علامة استفهام، وتتضح مكيدتها جلية ولا يختلف على ذلك اثنان. سيدي، باختصار شديد، قضيتي كيدية من أحد الأشخاص، ثم بعد ذلك اتجهت اتجاه آخر وبنيت على السرد والرواية، وكما يقال وما آفة الأخبار إلا رواتها. سيدي خادم الحرمين الشريفين، سأسرد لكم قصتي ثم أضعها في ذمتكم وفي ذمة كل شخص يسمعها ويسكت عن الحق ولا يسعى لإظهاره. وأنا الآن لست بصدد رواية من نسج الخيال، وإنما هو غيظ من فيض حصل لي وأنا مسؤول أمام الله ثم أمامكم عن ذلك، وبعدها لن يحصل إلا ما كتبه الله لي، وما أمرت به فلك السمع والطاعة. فأقصى ما يفعله البشر هو تنفيذ إرادة الله، واختصر ذلك فيما يلي. أولا، أنا المواطن موسى سعيد علي الزهراني من مواليد 1390، خريج جامعة الملك عبد العزيز، وأعمل مدرسا للغة العربية منذ عام 1415. وقدمت أوراقي لإكمال دراستي العليا بجامعة الملك عبد العزيز، ولكن للأسف حصل ما حصل، وحصلت على عدة شهادات تقدير من إدارة تعليم جدة ومن المدارس التي عملت بها والتحقت بها. متزوج منذ عام 1415، ولي من الأبناء 6. أسكن أنا وعائلتي ووالدي في منزل واحد. حياتي الاجتماعية طبيعية جدا بل وممتازة، يملؤها الحب والتواصل مع الأقارب والأخوان والأصدقاء وزملاء العمل. لم يسبق لي أن توقفت على ذمة أي قضية جنائية وحقوقية أو حتى قطع إشارة مرور.